ب200 جنيه بس انا ظبطت بيتي ووفرت كمان ومليت بيتي خير من العيار التقيل. كل الاصناف اللي انت شايفاها دي فراخ صافي ما فيهاش اي اضافات الا حاجات بسيطة، وان شاء الله باذن الله موجودة في كل بيت. حتى البهارات اللي احنا عملناها برضو موجودة في كل بيت. ان شاء الله بحبة تكات بسيطة هتملي بيتك خير. يلا ندخل على الفيديو عشان احنا في تكات وحركات كتير. صباح الفل والعسل والياسمين، صباحكم انتوا يا احلى بنويت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وتكونوا في الخير عايشين. النهارده ان شاء الله باذن الله فيديو جديد. صلوا بس على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وزيدوا النبي صلاه عليه افضل الصلاه والسلام، ودعموني باللايكات والكومنتات والكلام الحلو يا احلى اخوات. انا بحبكم كتير في الله. فيديو النهارده فيديو اقتصادي من الدرجه الاولى، ينفع لست البيت العامله والست البيت الخير عامله. هتتعبي ساعه واحده بس هتريحي عليها حبه قد كده، وهتوفري كمان ممكن حاجات كمان لرمضان، وهتظبطي بيتك وتمليه خير وبركه وفراح من العيار التقيل بحبة حاجات بسيطة جدا موجودة في كل بيت. اللهم صل على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. عملنا 10 أكلات من مفيش، 10 أكلات ب200 جنيه ولا حاجة خالص يا جدعان. صلوا بس على الحبيب ويلا بينا ندخل على الفيديو يا أحلى بناويد. أول حاجة هنعملها هي التوابل. اول حاجه هنعملها هي بهارات الفراخ. اول حاجه بهارات الفراخ كبابه صيني. اول حاجه في الحاجات كبابه صيني، ودي بسم الله ما شاء الله بتبقى فرقه كتير جدا جدا. تاني حاجه يا بنات بسم الله ما شاء الله دي بهارات عربي او بالظبط ال7 بهارات. طب انا هقول لكم هي فيها ايه لاني انا كنت شاريه، يعني كانت شاريها كده. تمام. اول حاجه يا بنات فيها ملح، كزبره، اللهم صل على النبي، زنجبيل، كمون، قرفه، هيل، فلفل اسود، ورق حار اللي هو الورق اللوري، توم، كركم، شمر. الحاجات دي اللي موجوده ان انا كده كده اصلا في الطبيعي بحطها في الفراخ، فانا هعمل لكم عليها كمان اضافات حلوه جدا جدا. يعني انت لو عندك البهارات دي تنفع خالص، لو ما عندكيش بقيه البهارات، لو ما عندكيش احنا هنكمل بدي زي ما احنا. تمام. انا عملتها لكم قريبه ليكم اهي عشان تاخدوها سكرين شوت. تمام كده. دي تاني حاجه. تالت حاجه وده بينقله في حته تانية خالص، ده القرنفل. القرنفل حلو جدا جدا يا بنات وبيدي مناعه حلوه جدا للجسم، فاحنا هناخد حبه منه مش كتير. وبابريكا، فلفل اسود، اللهم صل على النبي، كاري او كركم، كاري وكركم على بعض انا جايباهم، وملح وتوم بودره وبصل بودره وكمان. تمام كده. اول حاجه هناخدها الخلطة اللي احنا هنعملها دي تنفع لجميع الخلطات، خلطة فراخ مشوية، خلطة فراخ كندوري، مش عارفة انطقها. اللهم صل على النبي. الفراخ اللي هي في الكيس الحراري، الفراخ اللي هي هتتشوي، الفراخ اللي هتتسلق، الفراخ كمان اللي هتتحمر واللي هتتقلي، وحتى كفتة الفراخ والكلام ده كله. ايه البهارات اللي انا هحطها دي او اللي انا قلتها دي؟ كل واحدة فيهم معلقة كبيرة. طيب لو انتي ما عندكيش الخلطة اللي انا عاملاها دي اللي هي ال7 بهارات، هتحطي كل حاجة انا قلتها معلقة كبيرة. تمام كده يا بنات. والبصل بودرة والثوم بودرة وكل حاجة معلقة كبيرة، ما عدا البصل والثوم معلقتين كبار مليانين بس. طبعا البابريكا بقى لو انت عايزه الفراخ بتاعتك حمرا بزياده ممكن تزودي بابريكا، مش عايزه براحتك. عايزه الحاجه بتاعتك مدحنه تحطي بابريكا مدحنه، مش عايزه برضو براحتك. القرنفل نص معلقه بس يا بنات لانه هي ريحته قويه جدا جدا جدا. بس كده تقلبي بقى كل ده في قلب بعضه، وهندخل بقى على المعلقه اللي بتودي التوابل دي في حته تانية. طب هي ايه يا ام ياسين؟ معلقه السماق. السماق على البهارات دي حلوه جدا جدا جدا. جيبيه سماق مطحون من عند العطار، حلو جدا ويودي الفراخ في حتة تانية. تمام. تعالوا بقى هندخل على اول حاجة هنعملها وهي الاستريبس. الاستريبس ده انا كنت جايبة نص كيلو، كان طالع يومية كان ب160 زي ما قلت لكم في المشتريات. طبعا اللي شافش المشتريات يرجع يشوفها. الحته بتاعته الحته عريضه، فانا هقسمها نصين، بس اهم حاجه السكينه تكون حاميه عشان ما يحصلش اللي حصل معايا ده. السكينه عندي كانت تلمه جدا فكانت بتقطع بملل، وكانت بتقطع تقطيعها مش حلو. تمام كده. الحته دي الحته اللي هي في الموزه اللي في اخر الصدر من ورا. انتي بتروحي للراجل بتقولي له عايزه قطع استريبس، نص كيلو استريبس، هو بيقطعهولك من ورا. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كده انا قسمت الجزء 2، طلع معايا اكتر من 20 قطعة. هما كانوا 9 قطع تقريبا استريبس، لما قطعتهم بقوا 20 قطعة. الخلطة بتاعته ايه؟
ميه ساقعه متلجه، الميه دي كان فيها تلج بس ساقع، كوبايه ميه ساقعه متلجه، ومعلقتين توابل من اللي احنا عاملينهم مع بعض. بس كده يا بنات، وتقلبيهم تقليبه حلوه، وتحطي فيهم الستريبس بتاعك لمده 3 ساعات او ليله كامله. يعني مثلا تعمليه من بالليل لحد تاني يوم الصبح، بيبقى حلو جدا جدا جدا، وبامانه بيبقى طعمه مختلف جدا عن بتاع الاسواق. انا جربت ده وجربت ده، بصراحه بتاع البيت احلى بكتير. هبتدي كده هحطه زي ما انتوا شايفينه في العلبة في التتبيلة، هحطه 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات. انا هحطه حبة حلوين بصراحة، يعني انا هعملهم بالتدريج، حتى انتوا هتلاحظوا ان في هدوم اتحيرت لان انا سبت حاجات لتاني يوم الصبح. بس هحطها بقى في العلبة دي، وهحطيها اهم حاجة تحطي الحاجة اللي انت هتنقعيها، عشان خاطر ما الريحة بتاعة التوابل ما تكرفش في التلاجة. لو في ريحة في التلاجة لا قدر الله ولا حاجة، ما تكرفش في الاكل. بس يا بنات، وبعد ما حطيته ليله كامله، بعدين هعمله بقى، هعمل الكفر الخارجي بتاعه. الكفر بتاعه عباره عن ربع كوبايه دي، اسفه كوبايه دي ومعلقتين نشا. بس كده، كوبايه دي مليانه ومعلقتين نشا. الخلطه دي تكفي 20 قطعه من اللي احنا عملناهم. لو انت بقى مع يعني كميه اكتر بتكتري في الدقيق. ومعلقه بهارات من اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. البهارات دي اساسي معانا يا بنات في كل الوصفات. بس هطلع بقى الاستريبس، وزي ما انتوا شايفين كده انا سبته ليله كامله. كل اللي هعمله هاخده من الميه دي، هحطه في الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض دي، وهنعمله كذا مره عشان يطلع لنا النقرشه بتاعه الاستريبس اللي موجوده فيه. طيب لو انا عايزه احزنه، هتحزنيه بالطريقه اللي انا هقولك عليه. في طريقه تانية بس للامانه انا ما جربتهاش، اللي يجربها يقول لي. انا ان انت تقليه نص قليه وتشيليه في الفريزر. انا بشيله على هذا الوضع وبطلعه اقليه على طول، بيبقى زي الفل. بس يا بنات، هبتدي بقى اخد من الخلطه اللي احنا عاملينها مع بعض دي، يعني انفضه كده واحطه في الصينيه، وهرجع اعيد تاني نفس الخطوات دي بعد ما اعمل الكميه كلها. حته الاستريبس زي ما انت شايفه كبيره مدملكه مش رفيعه، يعني القطعه اللي هي رفيعه ممكن احط قطعه رفيعه وقطعه مليانه، عشان خاطر يبقى الموضوع متساوي. تقدري تعملي جنب مكرونه، تقدري تعملي جنب رز اصفر، رز بالكاري، رز بالمكسرات، زي ما انتي حابه. الكميه هتكفي معانا زي ما قلت لكم، هي 20 قطعه، يعني انا هيعملوا معايا طبقين. هبتدي بقى هعيد تاني نفس الخطوات اللي احنا عملناها. هحط في الميه وهحط تاني في الخلطه بتاعه الدقيق. بس وانا بحط في الخلطه وبطلعها، انفضها كذا مره كده، اللي هي عشان تعمل لي النقرشه اللي موجوده في الاستريبس الطبيعيه. تمام. بس كده ممكن تعملي بقى خطوتين، يا اما تقليها نص قليه وتسيبيها تبرد، وبعد كده تحطيها في الفريزر. بس لما تطلعيها على حاجه بتصفي، يعني زي شبكه اللي هي بتاعه الفرن، الشبكه بتاعه الميكرويف، اي شبكه من دول، وتسيبيها تبرد تماما. وبعد كده تشيليها في الفريزر، يا اما تشيليها على شكل نفس الشكل اللي انا هشيله ده، وتطلعيها تقليها على طول. انا بصراحه بعمل كده، وبتطلع معايا حلوه جدا وكويسه، ما فيهاش اي مشكله. بس ابتديت بقى ان انا اعمل خطوات كده زي ما انتوا شفتوا. التتبيله بتاعتها سهله جدا 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 واقتصاديه، بدون بقى بيض واللبن والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. كل ده ملهوش اي لازمه وبيعملش اي حاجه فيها. بس عملت بقى الكميه كلها كده زي ما انتوا شفتوا، بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى تتجمد تماما تماما في الفريزر، اللي هي انا امسكها تحبط في الصينيه، يعني ممكن تتكسر في ايدي من كتر ما هي نشفت. وبعد كده هلمها. اهم حاجه تبيتيها في الفريزر او تنشفيها في الفريزر، عشان خاطر تعرفي تفرزيها. لو مش هتحطيها في الفريزر، يعني مش هشيلها لتاني يوم او لتالت يوم او لبعد كده، عادي تمام. هشيلها بقى في الفريزر لحد لما تتجمد خالص. بس ده ايه يا ام ياسين؟ ده اللي هي كنت جايبه الفخده بتاعه الورك، الجزء اللي هو العريض، هو كان حليهولي كده زي ما انتوا شايفين. انا هعمله شيش تاوك، هقطعه نفس القطعه اللي هي متقطعه دي، نفس السمك، عشان اعمله شيش تاوك. احنا النهارده الحاجه اللي احنا بنعملها حاجه لحم صافي، مش هنحط فيه اي زوات او اي حاجه. يعني بالعكس، لو احنا حطينا فيه زيادات، اللي هيعمل 10 ايام ده هيعمله 20 يوم. تعالوا بقى نقول لك الخلطه بتاعه الشيش تاوك. اللهم صل على النبي. هحط معلقتين زبادي، لو ما عندكيش زبادي ممكن تحطي لبن، ده او ده عادي. وهحط عليه نص ليمونه، وهحط عليه معلقه توابل من اللي احنا عاملينها، ومعلقه زيت، ونقطه حل بسيطه جدا. وهتدوبي كل ده في قلب بعضه. هقول لك تاني الخلطه، لو انت عايزاني اكتب لك اي خلطه احنا عملناها قولي لي في الكومنتات، وانا هكتبها لك تاني مع بعضها. بس كده.
قلبت بقى كل الخلطه ببعضها كده مع الفراخ، وهنزل عليها بالخضار. انا بحب اتبل كله في قلب بعضه. كنت الاول بقسمهم، يعني حل الخضار لوحده وحل الفراخ لوحده، بس لقيت في الاخر ان انا كده كده اصلا هحطهم مع بعض، فقلت خلاص بعملهم كده. ساعات بقى بعملهم في صينيه كده من حير عصيان، وساعات برشقهم في العصيان على حسب المزاج، يعني على حسب الدماغ يعني. بس كده هبتدي بقى احطيها، وبرضه هسيبها 3 ساعات ساعتين على حسب ما انتي حابه. انا بس يعني ايه بسيبها كده في التلاجة ليه حاجه لما بخلص. يعني انا ابتديت بالحاجه اللي هتتبل، وبعد كده ابتديت بالحاجه اللي هتتحط في الفريزر، وهكذا. بس يا بنات، اللهم صل على النبي، بعد ما قعدت كام ساعه طلعتها بقى، وهبتدي اعملها في السيح اللي هو بتاع الشيش طاووق ده. لو ما عندكيش ممكن تعمليها في الصينيه عادي خالص. انا هحط كام قطعه في السيح؟ انا بحط 3 قطع كبار، يعني 3 حتت. حته اللحمه عامله شبه حته اللحمه اللي هي اللحمه المكعبات، قطعه. فالكميه هتبقى حلوه، يعني حتى لو عطيت للطفل سيح او عطيت لابو الولاد واحد بس سيح واحد، فهيكفي وهيوفي، يعني كأنها حته بانيه. فبسم الله ما شاء الله الكمية طلعت كفت معايا، عملت معايا بالظبط 10 اسياح من اللي انت شايفاهم دول، بالفلفل الالوان بالبصل. عندكش فلفل الوان ممكن تحطي فلفل احمر، اي حاجه موجوده عندك ممكن تقضي الغرض يعني. انا كان عندي فلفل الوان اساسي، فروحت جايه احطه. طلعوا معايا بالظبط 5 سيحات في كل طبق. بس هحطهم برضو ويتشمعوا كده وبتاع عشان احطهم في الكيس. طيب ده ايه يا ام ياسين؟ ده بقيه الافحات اللي احنا كنا مقسمينهم. هم الفحت الكيلو طلع معايا 8 أفحدة. طلعت منهم ب4 قطعتهم شيش طاووق، والاربعه دول هعملهم اللي هو زي الحمام الكداب. الحمام الكداب طبعا هعمله معاكم يعني كامل مكمل، لان في ناس قالوا لي اعمله لنا مع بعض. بس انا هسيبه متبل معايا في الفريزر عشان لما اطلعه يبقى بس الحشوه بتاعته والكلام ده كله. حطيت معلقتين بهارات من اللي احنا عاملينها مع بعض، وهبتدي بقى الفه كده رول، وهشيله في الفريزر على نفس الوضع. انتوا كمان قولوا لي اسعار الفراخ عندكم، لان انا قلت لكم في الفيديو اللي فات في ناس كتبت وناس لا، وفي ناس قالت لي يا نصحى ده احنا عندنا اقل من كده بكتير. فانتوا قولوا لي الاسعار عشان اعرف انا اتضحك عليا ولا ما اتضحكش عليا، عشان اعرف اروح للراجل ده تاني ولا لا. تمام. اللهم صل على الحبيب. طبعا اللي ما شافش الاسعار او ما يعرفش الاسعار يرجع بقى للفيديو اللي فات هيعرف. هحطهم كده وهلبسهم كيس وهحطهم في الفريزر. طيب هتعملي ايه يا ام ياسين تاني؟ دي البانيه. خلطة البانيه الجبارة اللي بجد بجد بتوفر عليا حبة حلوين بقى، والكركبة والكركبة والحاجات اللي بتبقى في الايد ملزقة والكلام ده كله. اول حاجة هحط معلقتين زبادي، ولو ما عندكيش زبادي حطي لبن، ما عندكيش الاتنين عادي مفيش مشكلة يعني. انا هحط معلقتين زبادي كده، وهحط بق ميه بس عشان يمشي معايا الخلاط، ونص ليمونه، وبص كام بصلايه، هي يعتبر كبشة بصل كده يعني، بصلايه صحننه وبضايه. وهبتدي بقى اضرب كل ده في الخلاط طبعا، ومعلقه البهارات بتاعتنا الاساسيه اللي انتوا عارفينها. بس هبتدي بقى اضرب كل ده في الخلاط، وتمام التمام. هحط بقى البانيه زي ما انتوا شايفين كده، هتبله برضو ساعتين 3. بصي بصراحة يعني انا من الناس اللي بحب الحاجة تقعد في التتبيلة ياما، يعني انا بحب اقعد التتبيلة ممكن يوم. فانا من الناس دي. لو انتي زيي فالافضل انتي تعملي الحاجة دي قبلها بيوم بيومين عشان تعرفي تتبليها، يعني تشرب من التتبيلة حلو. لو انتي عادي ممكن ساعتين والموضوع عادي يعدي بسرعة، ف تمام مفيش مشكله خالص. اللي زي ما انت بتحبي امشي بالمبدأ. لو ربع ساعه بالنسبه لك وبتحبي تشيلي حاجتك وتنجزي براحتك، انا بالنسبه لي عملت كل الشغل ده بالليل، وسبت بقى الحاجه في التلاجة والحاجات متظبطه، وتاني يوم قمت بقى كملت زي ما انا. تمام يا بنات. طيب بعد بقى ما حطيت البانيه في الفريزر في التلاجة اسفل اليوم، تاني يوم طلعته. الدقيق ده اللي كان فاضل من الدقيق بتاع الاستربس، الدقيق والنشا والبهارات، حطيت عليه ايه بقى؟ ربع كوبايه بقسماط وربع كوبايه فيجيتار. ده وده، ده ده او ده اللي موجود عندك، بس انا عندي الاتنين فحطيت ربع من ده وربع من ده. وهبتدي بقى اخد البانيه كده زي ما هو بالخلطه، وهبتدي احطه في الكيس عشان اعوصه. الناس اللي هتعترض على الكيس، انا بصراحه من الناس اللي بتستخدم الكياس في اي حاجه هتتقلي، سواء بانيه سواء سمك سواء اي حاجه اي حاجه بتتقلي معايا بحط فيها دقيق بجربها بالكيس. وجربي الموضوع ده بجد هيفرق معاكي جدا. الكيس اولا نضيف، انا من الناس اللي بغسل الكياس وانشرها اصلا.
فالكيس اصلا نضيف. وثاني حاجه بتلاقي الدنيا عندك مش مدربكه بقى، الدقيق اللي بيطير في كل النواحي والبقسماط اللي بيطير في كل النواحي ده ما بيبقاش موجود. وثانيا لما بتيجي تقلبي ما بتقلبيش بايدك، في ايدك ما بتتوسعش. تاني حاجه لما بتيجي تدوسي بتدوسي بالكيس، فكل حاجه في ايدك بتبقى 100 فل و14 زي ما انتم شايفين كده، اكني ما كنتش بعمل حاجه. بس حطيت بقى في الصينيه كيس وحطيت البانيه كده زي ما انتم شايفين. الخلطه دي جباره، وعمر ما الحاجه دي بتفك، يعني عمر الكفر اللي بره ما بيفك. هحطه برده في الفريزر لحد لما يتشمع عشان اعرف المه فوق بعضه. طيب، دي البواقي من الشيش تاووك، الستريبس، اي قطعه كانت بتطلع مني كنت بحطها في الطبق. ودي قطعتين من البانيه اللي فضلوا. البانيه كان طالع معايا 8 قطع. عملت كل واحد فينا، احنا 4 افراد، لكل واحد قطعه ونص. وهتشوفوا حجم القطعه، قطعه ونص. تفضل منهم قطعتين، اه قطعتين، احطهم معايا في الكفته كده. وحطيت معاها قطعه ليا من اللي هي بتاعه اللحمه، وضربتهم كده في الكبه. وهبتدي بقى اعمل كفته الفراخ. الكفته دي بجد بجد في حته تانية خالص، جربيها مش هتندم. عملت لا المفروم كده. هحط دلوقتي الفلفل والبصل والثوم، وهفرمهم فرمه كويسه جدا عشان خاطر انا عايزه انزل ميتهم وميبقاش فيه اي ميه. هاخد بقى نص كميه اللحمه اللي اتفرمت دي وهحطها، وهصفي الخضار اللي كان عندي كله عشان انا محتاجه الميه دي لشوي الكفته، ومحتاجه الكفته نفسها ما تبقاش فيها ميه. طيب لو فيها ميه هتحطي معاها معلقتين بقسماط. انتي اصلا في الطبيعي بتحطي معلقه بقسماط في الخلطه لو ما فيهاش ميه، او فيها لو بقى فيها ميه شويه بتزودي معلقه البقسماط بتاعتك. تمام. بس كده ابتديت ان انا احط كده الخلطه كده زي ما انتم شايفين، وابتديت انزل عليها ببقسماط سوري ببقدونس. البقدونس ده انا مفرزاه زي ما انتم شايفين كده، الحاجه لسه خضراء اكنها لسه جايباها من تحت من المحل تحت. فبجد التفريز بيفرق معايا حلو جدا. وحطيت بقى معلقه بهارات ومعلقه بقسماط ومعلقه بيكنج باودر، وقلبت كله في قلب بعضه كده. وهبتدي بقى ايه اصبعه. الخلطه دي الميه اللي احنا كنا سايبينها بتاعه الخضار، حطيت عليها معلقه صلصه ونقطه زيت، حبه زيت. وابتديت ان انا اجيب اي حاجه تعرفي تصبعي عليها. آه اللهم صل على النبي، السيخ بتاع الشيش تاووك، المسن كده زي ما انتم شايفين، اي حاجه. وابتديت ان انا اعوصه كده، وابتدي اعوص ايدي، وابتدي اعمل الكفته بالميه اللي هي موجوده دي عشان خاطر تبقى شاربه من بعضها. والميه دي لما تيجي تسويها بتاخدي من الميه دي بالفرشه تعوصي كده الوش وهي في الفرن. انا حتى لو انا هفرزها بشيل الميه دي زي ما انتي هتشوفي. تمام كده. ابتديت ان انا اعمل الكميه كلها كلها كلها، وشلت الميه في علبه كده عشان حاضر لما اطلع الاتنين اطلعهم مع بعض. بسم الله ما شاء الله. الكفته دي والله يا بنات في حته تانية خالص. سندوتشات بالطحينه ماشي، بالرز البسمتي ماشي، بالمكرونه ماشي، جنب بطاطس ورز كده ماشي، اي حاجه. جمدتهم كده زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا اشيلهم في الفريزر. جمدتهم تجميد كامل، تجميد اللي هو تمسكي الكفتايه تلاقيها ايه اتضربت معاكي. طيب تعالي نعمل كفته نوع تاني. اللهم صل على النبي. الكفته دي كفته فراخ بس فيها بطاطس. جبت كده كام بطاطسايه، المفروض بطاطستين 3 بس كبار. انا ما عنديش، فحطيت البطاطسات الصغننه، هرستها كويس جدا ونزلت عليها باللحمه عشان البطاطس تنعم معاكي. لان انا بصراحه ما كانش عندي الاوبشن ده، كان اللبن عندي خلص، فما حطيتش لبن. بس عشان البطاطس تنعم معاكي اكتر حطي معاها معلقتين 3 لبن، بتفرق جدا جدا في القوام، وبتفرق جدا معاكي في الهرس. انا ممكن تلاقيها شويه ماسك يعني ناشفه شويه عشان ما كانش فيها لبن. تمام. وبرده بتحطي معلقتين بقسماط ورشه بيكنج باودر. انا نسيت البهارات و رشه البيكنج باودر ومعلقتين بقسماط. تمام كده يا بنات. وهبتدي افردها في اي صينيه تفرديها كفته زي صوابع زي اللي احنا عاملينها كفته مدوره براحتك خالص. بس انا عملتها كده زي ما انتم شايفين، عملتها زي الستريبس كده لا سوري، يعني زي الناجتس، بس اللي هي ايه متقطعه كده. احطها كده بقى في الفريزر تتجمد خالص عشان اعرف احمرها وبس. حطيتها كده في الفريزر. بصوا ايه طلع حجر من الفريزر. الخلطه دي ايه اللي موجوده في العلبه الحمراء دي، اللي هي خلطه البانيه اللي كانت موجود فيها البيض وميه البصل وكل ده. دي هي الخلطه. والبقسماط ده هو نفس البقسماط بتاع البانيه بتاع اللهم صل على النبي، اللي هو كمان بتاع الاستريبس. تمام. هحط بقى في الخلطه وهرجع اعيد تاني في البقسماط، وهكذا لغايه لما
اعمل الكميه كلها. انا ما برميش اي حاجه عندي، يعني الحاجات اللي موجوده بحاول اظبطها. حتى وانتي بوريكي الشكل النهائي هتلاقي اكياس من اكياس فتح الله بعيد تدويرها، الطبقه اللي كانت موجوده دي هسلاها وعايده تدويرها. اي حاجه موجوده بحب اعيد تدويرها بدل تنفع او تصلح ان انا اعيد تدويرها تاني. تمام كده. الكيس اللي انا بعمل فيه ده برضو هسلاه وبعيد تدويره وهكذا. الكيس دي على فكره هما كيسين اللي انا عامله عليهم الشحله دي كلها، انا مقطعتش 100 كيس، هما كيسين اللي انا عامله عليهم الشحلانه كلها. فبرتب اموري، برتب اوراقي، اشوف ايه اللي هيتعمل الاول وايه اللي احب ان انا احطه في على الكياس، وايه اللي انا عايزه اجمده الاول وهكذا، وايه لو اتجمد الاول هخلص منه وهشيله مره واحده وهكذا. تمام. انا عملت الكميه كده كلها زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، طلع تقريبا يمكن 20 قطعه من حته لحمه قد كده وكام بطاطسايه. بسم الله ما شاء الله. يعني لو انت عندك حتتين بانيه ممكن تقطعيهم وتفرميهم ويعملوا معاكي الكميه الكبيره دي كلها. طيب باقي بقى الكفته اللي كانت موجوده، اللي هي نفس الكفته ام بطاطس وكده، دي هعمل بيها بقى حاجه كده بصراحه كده ايه يعني إيه، حته دلع. بس هي مش هتعمل الكميه كبيره، يعني هي مش هتعمل منها كميه كبيره لان هي الحته صغيره. همسك بقى الجزء كده زي ما انتم شايفين، هفرده بقى الفردة اللي تعجبك، بس اهم حاجة تبقى فردة رفيعة عشان خاطر لما تلفيها رول ما تبقاش سميكة. وتحطي فيها بقى من جواها جبنة، بسطرمة، لانشون، اي حاجة انت عايزة تحطي. انا عن نفسي بحط جواها جبنة موتزاريلا عشان لما باجي اشويها بتبقى تحفة جدا جدا جدا، بتبقى حلوة جدا في الشوي. هبتدي اعمل الكمية كلها كده زي ما انتم شايفين. هم طلعوا معايا 6 رولات، 6 رول. طبعا لو انا كنت عملتها باي شكل تاني كانت هتطلع اكتر من كده بكتير، بس انا كنت حابه ان انا اعمل الرول ده معاكم. كل الحاجات اللي انا عاملاها دي معاكم كلها فراخ صافي، مفيش الا حاجه واحده بس اللي زودتها، هي البطاطس. طبعا الفلفل والحاجات دي كلها دي طبيعي انتي بتحطيها مع الكفته. يعني انتي لما بتحبي تعملي كفته بتحطي بصل وبتحطي بقدونس وبتحطي فلفل، كل ده موجود معاكي. بس كده يا بنات عملت بقى الرول ده كده كله، طالعه معايا 6 رولات بالظبط. بسم الله ما شاء الله. كمية الحاجات اللي انا عاملاها 10 حاجات، 10 حاجات كلهم فراخ صوفي. بسم الله ما شاء الله. الفريزر عندي اتملى، درج الفريزر عندي اتملى والله العظيم. وكمان عندي 4 وراك دول لوحديهم، وكمان عندي دبابيس لوحديهم. يعني كل ده حاجات لوحدها هتتاكل حير دول. يعني هاكل بالظبط ان شاء الله باذن الله 13 يوم فراخ بجانب اللحمه بجانب الفراخ بجانب السمك. فبسم الله ما شاء الله، يعني انا باكل فيه الشهر بروتين ياما. طبعا لو عايزه اشيل اي حاجه منهم لرمضان هتتشال، يعني اي حاجه منهم تنفع معانا لرمضان. والحاجات دي صالحه معانا لمده 3 شهور. اللحوم عامه بتقعد في الفريزر لمده 3 شهور. تمام. زي ما انتم شايفين كده. طبعا كيس فتح الله. وزي ما قلت لكم ان انا اي حاجه بحب اعيد تدويرها، بحب اراجع تاني اظبط حالي. يعني ايه، بعيشها بالقليل عشان الدنيا تمشي وربنا يرضينا كمان. طول ما انتي بتقولي يا رب، وطول ما انتي بتقولي بتسعي ان الدنيا تمشي على خير، فبتلاقي الدنيا كلها ماشيه على خير وبركه. زي ما انتوا شايفين كده الوراك، يعني الورك ده كده لما هديه لطفل جنب حبة مثلا رز وحبة ملوخية وكلام من ده كله، هياكل لحم، هياكل لحم صافي بدون عظم. حتة البانيه كبيرة زي ما انتوا شايفين، دي نص القطعة اللي انا بقول لكم عليها، يبقى قطعة ونص لكل شخص فينا. جنب مكرونة ممكن بقى اعمل قطعة واحدة، ممكن اعمل يعني على حسب ما يجيلي هواية. بس انا هعمل الطبقين دول المفروض في يوم واحد. بس لو انا عايزة اعمل طبقين اكلتين كنت قلت لكم هعملهم اكلتين. اسمهم ايه، هنسميها الاستريبس يعني او الناجتس. طبقين اهم. وكمان الاستريبس عمل معايا طبقين. بسم الله ما شاء الله، بالظبط 11 اكله، 11 اكله بجانب الفراخ. 11 حاجات من دول كلهم فراخ اساسيه بجانب الوراك بجانب الدايبس، يعني هدخل في 14 او 13 اكل. بس يا بنات كل ده اللي انا عملته بالظبط لو انتوا حسبتوا معايا هيعمل معايا 200 جنيه، 210، 220، يعني 200 وحاجه. بمعنى أصح بمبلغ بسيط احنا ظبطنا البيت. بحبة حاجات بسيطة احنا ظبطنا بيتنا ومليناه خير وبركة وحاجات كتير. يا رب بقى يا بناتي الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا بيه، وتكونوا فرحتوني وحطيتوني لايكات وكومنتات قمر زيكم. وطبعا لو في اي حاجة عايزين مكتوبة اكتبولي بس، وانا عنيا ليكم. بحبكم قوي 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 قوي، ويا رب كل حاجة تكون عندكم بخير وسلام وفرحانين وسعداء، وتكون كل ايامكم فرح. متنسوش بقى اللايكات والكومنتات يا احلى حوات. بحبكم كتير في الله، والسلام ختام. باي.